بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الأحلى الورى منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عاشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك السلام عليك زين الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك
المصطفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك من رب السماء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي
أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك الغريب يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي الله العربي تحلو صفوف الطرابي بمدح طه العربي تحلو صفوف الطرابي فالهد به يا مطربي دوما تفوز بالأراضي دوما تفوز بالأراضي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا خير الأنام العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت
آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وبرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله يا عليه. لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والاه. جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. فترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رب. فمن فاجت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترمي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. الصدور من الإيمان قواعده وتلو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. منة تكرم الله بها على البشر وما وصلها من نعمة انتصر اسرها في البحر والبر
اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصلي عليه به فينبسط في قلب نور لتعلقه به وهبه وينتبه بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فبلغ التسوير في العالم المغلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصف الكمال المغلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة صلى الله عليه والأمحال الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ذور وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموسوم صلى الله عليه تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزليل تذوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على من الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه هذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى السماء أو صوفها العظيمة
ولعل الله يرضع به المتكلم والسامع فيدخلن في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء لسقيم. يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم. قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم. جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكريم. يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم. يا ربنا يا جزيل العفو يرحم رحيم. جد بالعوافي ولا تكشف على العبد خيم. يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل
سليم غريمنا المصطفى محسن ويا أكرم غريم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي حصول شفاء للسكين واسلافنا واهلنا سكان بلدة ريم ومن حضر عنده مسافر أو مقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي حصول شفاء للسكين وضم كرامه لنا ذكر النبي الكريم عسانا على ذكره وحبه نقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي حصول شفاء للسكين عسى لانكشف يا ربنا قد تخيم يا ربنا يا كريم الوان ويا أكرم قديم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي حصول شفاء للسكين بالشفاء والعوافي للذي هو سقيم يا رب يا حي يا قيوم وجودك عظيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي حصول شفاء للسكين وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لما صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظهيرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لما في طريق الاتباع طريقة المجتبى أحمد مصطفى وخذ بنا في
طريق الاتباع طريقة المتبع أحمد مصطفى طريقة المتبع أحمد مصطفى يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك غير محبوب للمولى وداع الله قربك منه واصطفاك يا خير محبوب للمولى وداع الله قربك منه واصطفاك الله قربك منه واصطفاك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك سلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركه فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن ترثت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار صلى وآثار الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه عليه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صلى قال الله عليه قلت يا رسول الله اللهم صل بأبي وسلم عليه. وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى قال الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فطمته أشاهها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها
فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت برزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم الفيوضات فهله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجورة المسونة والكون كله يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه. بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. كريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق صبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
الحسن غرد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد. صلى الله عليه سلام صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. صلى الله عليه عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ودينا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الشرف الرسل محمد
وسلام مستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. كريم النار وحمينا وكريم الأرض وحمينا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء منيا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله وكان عليه سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطولا مكحولا مقطوعا سرا صلى الله عليه يشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. الرحمن بن عون عن أم الشفاء رضي الله عنها قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم البسته وأضجعته فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. عني ثم عاودني الرب والظلمة والكشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول
أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. صلى قال الله فلم عليه الحديث مني على بال حتى بعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما، وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاي صلى الله عليه في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال السري السقتي رحمه الله تعالى: من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد روضة من رياض الجنة، لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. Intaha. Al-Imam Sari As-Sagati di dalam kitab I'anatul Talibin di bab nikah juz 3 halaman 415. I'anatul Talibin babun nikah juz 3 halaman sahifah 415. Al-Imam Sari As-Sagati rahimahullah, beliau mengatakan, man qasada mawdi'an, barang siapa yang menghadiri satu tempat, yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ di tempat tadi itu dibaca maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka orang tadi itu sama halnya dengan menghadiri taman daripada taman surga. Hadir orang ke majelis maulid Ibn Imam Sari As-Sagati padana hadir ke kebunan-kebunan swarga. Apa alasna? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a, karena sesungguhnya orang tersebut tidaklah hadir dzalikal mawdi'a, ke tempat tersebut, illa li mahabbatir rasul, dipastikan kehadirannya tidak lain dan tidak bukan karena mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nak hadir maulid khusus bulan maulid, baik nikah seibadaki secara umum ya, ibadaki pengajian netisa matalan dalam rangka maulid, kita cuna nikah menambah rasa cinta, bukan untuk hiburan, bukan untuk lucu-lucuan lah, tapi untuk menambah kecintaan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih maulid saya baca gelap nah lah napa ampun lah banyak tebu-tebu di antarana Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhudah, wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir, wa ahlul basair ba yarawnahu ayanan, wa min alamati hudurihi nuzulus sakinati wal wagar wal haibah wal jalal wal azamah ala ahlil jama'. Al-Habib Ali mengatakan jam'iyatul maulid jam'iyah masyhudah. Jam'iyah maulid ini bukan jam'iyah sekedar jam'iyah perkumpulan, tapi ini jam'iyah masyhudah, sangat luar biasa istimewa. Sebare ngare istimewa, wal Habib la syakka annahu hadir, karena Rasulullah tidak diragukan lagi hadir. Wa ahlul basair ba yarawnahu ayanan, orang-orang yang mempunyai bersih hatinya, ahlul basair yakni basirah, ba yarawnahu ayanan, mereka akan menyaksikan dengan nyata kehadirannya Rasulullah, mereka akan menyaksikan dengan nyata, ahlul basair. Adapun orang sedelem aten ki beda penyakit ria, penyakit ujub, sum'ah ben sipitorota, maka orang mereka tak bakal katengal panapa saya katengal ban ahlul basair. Wa min alamati hudurihi, kata Habib Ali, di antara tanda-tanda hadirnya Rasulullah di tempat maulid nikah, di antaranya
nuzulus sakinah wal wagar. Di tempat nikah terdapat ketenangan. As-sakinah wal wagar, ketenangan, ketertiban. Tak mikir dunia, tak mikir apa, murni. Nyanjung ben nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haibah wal jalal. Majelis nikah haibah. Bune bolan banyak sih datang. Al haibah wal jalal, agung maulid nikah. Bene karo baca solawat bene wal azamah ala ahlil jama'. Orang-orang yang datang ini juga turut merasakan haibah al jalal as-sakinah wal wagar. Mak tenang ya. Mak semakin nyaman, semakin tenang ya dalam kehidupan dengan atas dunia nikah. Oh, ternyata nikah termasuk alamat si paling kuat hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, madarmu ke majelis nikah hadirin oleh Rasulullah. Barokan yang hadirin para habaib dzurriyyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa karimil arwaha minna biliqa khairil anami wa balighil mukhtara anna min salatin wa salami ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشتفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووله وظاهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة وعنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين والمفسدين الذنوب ولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب